ارض الواقع والله نركبكم عدله وقلبه باذن الله. اليوم الدلن وسويعات كادوكلي باذن الله، وسويعات بابا نوسه. الحمد لله رب العالمين اليوم استرداد كامل لمدينه هبيله، وامناه والقوات طلعت من هبيله ذاته بعد التامين، امناه بالكامل لله الحمد والمنه. والاشتباكات كانوا بيسمعوها اهلنا في الدلن، ونحن صابرين وقلنا ابشروا ويستبشروا. هسه بنقول لكم قواتنا المسلحه متمثله في متحرك الصياد والقوات المشتركه بقياده السيد المقدم بدر الدين وكتائب الاسناد وجهاز المخابرات العامه من داخل اللواء 54 الدلن. الالتحام تم لله الحمد والمنه، وفك الحصار تم لله الحمد والمنه. وابشركم كمان سويعات والبشارات تجي على الشعب السوداني بدون عدد، بشارات من كل اتجاه باذن الله، انتصارات بس واسترداد وبشارات. اسمعوا الكلام ده كويس. الان قواتنا خايضه معركه عنيفه جدا في المنطقه اكس، وان شاء الله نستبشر خير بها باذن الله. بدون تفاصيل، ما في عمليات واقفه، الناس شغاله يا جماعه، الناس شغاله، الرجال متقدمه وعازمه على الانتصار، الرجال متقدمه وعازمه على استرداد السودان. ما في زول واقف، الناس ماشيه، الرجال متقدمه. نسأل الله يشيد من أجركم، ونسأل الله يحفظكم، ونسأل الله ينصركم، ونسأل الله يثبتكم. الدلن تسبح بحمد ربها جل وعلا، الدلن تسبح بحمد ربها جل وعلا. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الذي صدق وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب والجنجويد وحده. الحمد لله على نعمة القوات المسلحة، والحمد لله على نعمة القيادة الرشيدة، والحمد لله على نعمة القوات المشتركة، والحمد لله على نعمة كتائب الإسناد بمختلف مسمياتها، من براء بن مالك إلى الفتح المبين إلى البرق الخاطف إلى العمل الخاص إلى الطيارين، إلى كل الكتائب بتاعت الإسناد السندت القوات المسلحة في معركتها ضد القتلة السفل الملاعين ميليشيات الدعم السريع. أبشروا ويستبشروا وكتروا الدعوات. والله اليوم 26/1/2026 بإذن الله تسمعوا ما يسركم أكثر من مدينة الدلي، المدينة المكلومة، المدينة المحاصرة، المدينة المظلومة. تسمعوا بشارات أكثر من مدينة الدلي بإذن الله، بإذن الله تسمعوا بشارات أكثر من مدينة الدلي. احنا كان عايزين الكلام ده يكون أمس يوم 25/1، وهي ذكرى المعركة والملحمة الكبرى ضد القتلة الملاعين في ولاية الخرطوم. التحام سلاح الإشارة وسلاح المدرعات والقيادة العامة كان أمس الذكرى، لكن اليوم 26/1 قواتنا التحمت باللواء 54 مدينة الدلن، واستردينا لله الحمد والمنة مدينة هبيلة الاستراتيجية، وفي مناطق كثيرة دخلت الضل، يعني ما ديل بس، يعني كثيرة دخلت الضل. وأبشركم لسه ما حتنوموا وإلا تسمعوا بشارات أكثر بإذن الله، ما حتنوموا وإلا تسمعوا بشارات أكثر من وصلتكم دي بإذن الله. قال لي كان يا جماعة أنا ما يا الله يا أخي، يعني هسه عليك دينك نسيب الانتصارات دي كلها تيجي تقول لك ده صفتك الله ينعلك يا أخي. يا أخي ما قاعد أصفك انت زول يا يوم أنا لا إله إلا الله خلاص نجدع. أنا المفروض أشرب الليلة ذاته بنقو عديل. ناس مبسوطة يا انت زول ما مبسوط، شكلك زول زعلان، انت زعلان يعني هسه انت ما مركز على الانتصارات دي، بجاد على سفتي يا زول الله ينعلك. يا اخي انت ما مبسوط بالانتصار ده،
وركز في السفة دي. أظل ما لك أظل. المهم الدلن فلول شالة وهبيلة فلول شالة وماشيين ومتقدمين ومنتصرين بإذن الله. اليوم 26/1. أنا يمكن المدينة الوحيدة اللي ما كنت بتكلم عنها لأنه كنت أعلم ما يدور من الجنجويد، وكنت أعلم بالإجرام اللي بتقوم به ميليشيات الدقل الإرهابية في مدينة الدلن. والله العظيم كان إجرام كبير وإجرام كثير، ولله الحمد والمنة اليوم تصل جحافل القوات المسلحة ومتحركات القوات المسلحة إلى مدينة الدلن. اليوم المكلومين المظلومين لله الحمد والمنة وصلهم الإمداد، ووصلتهم الإعانة الأرضية، ووصلهم جنودنا البواسل. الحمد لله رب العالمين. ده فضل من رب العباد وتمكين ونصر من رب العباد بدعوات أمهاتنا وأخواننا وأخواتنا وبناتنا وآبائنا. اليوم انتصار جديد للقوات المسلحة بفك حصار مدينة الدلن، والمدينة دي كانت محاصرة من قبل ميليشيات الدعم السريع ومن قبل ميليشيات الحركة الشعبية جناح الماحلو. كان بيقتل وبيدون أهله. بنقول له الآن أي جحر وأي منطقة وأي جبل أنت موجود فيه الآن أنت ما حتكون آمن تاني بإذن الله. الماحلو دير راسك، قريبا الوعد كاودة، قريبا الوعد كاودة بإذن الله. الدلن تسبح بحمد ربها جل وعلا، هبيلة تسبح بحمد ربها جل وعلا. أبشركم وده آخر كلامنا، السعادة الجاية حتسمعوا بشارات أكتر وأكتر بإذن الله، وفي منطقة كبيرة حتدخل الضل بإذن الله. ما معروف طبعا، ساعة ساعتين 5 بكرة بعد بكرة ما معروف، لكن بإذن الله حتغير المعادلة بالكامل في المعركة دي، بالكامل حتتغير المعادلة، لأن المدينة دي مدينة استراتيجية ومدينة كبيرة جدا، مدينة كبيرة جدا. طيب الحاجة الثانية اللي عايز أتكلم عنها، قبل فترة طلعت اتكلمت عن واحد أخونا اسمه علاء الدين محمد الحسن، واتكلمت عن إنه هو متعاون في سنجة وكان جنجويدي. وأنا والله رسلت الكلام ده للفرقة في سنجة، فرقة 17 والخلية الأمنية سنجة وناس الاستخبارات، وأفادونا بأنه الزول ما له علاقة بالدعم السريع. والآن هو في مدينة الكويت في دولة الكويت. الزول ما له علاقة بالدعم السريع. طلعنا اتكلمنا عنه وقلنا الزول جنجويدي، وبعد ما بحثنا عنه كويس وفتشنا عنه في مدينة سنجة، الزول أول حاجة دارس شريعة وقانون وما له علاقة بالدعم السريع، ما شارك ولا ساعد الدعم السريع، بل كان من المكلومين والمظلومين في مع الجنجويد. فمن هنا نحن بنقول له ربنا يحفظك ويتقبل منك إن شاء الله، ونسأل الله يردك سالم غانم لبلدك معافى إن شاء ربي جل وعلا، وبنبرئ ساحته زي ما اتهمناه بدعمه لميليشيات الدعم السريع. نحن تواصلنا مع الاستخبارات العسكرية والفرقة 17، وتواصلت مع الخلية الأمنية سنجة ووصلنا معلوماته بالكامل، وبعد البحث والتحري عنه الزول ما له علاقة بالدعم السريع وما شارك الدعم السريع أي جريمة في حق الشعب السوداني، ونحن بنبرئه زي ما اتكلمنا عنه أدلناه. يعني ربنا يحفظكم إن شاء الله جميعا. اليوم الشعب السوداني يحتفل بانتصار جديد، مدينة الدلن. يا أخي انتم ما عارفين، نحن كان لما نشوف أهلنا تعبانين بيعانوا من الأكل والشرب